احنا اليوم في منزل عائلة المعتقل السياسي جمال هروش الرفيق المناضل عضو التنسيق الميداني معطل الصحراء مقسم الشهيد إبراهيم صيك جمال هروش. الزيارة اليوم هي أول شيء جات من باب يعني في إطار التضامن ومساندة وتقديم الدعم المعنوي للعائلة. في نهاية المطاف هي عائلة جميع الرفاق والرفيقات داخل الإطار. الزيارة هي دعم لنا كمنظم كرفاق لجمال هروش، والتأكيد على حرية هذا الرفيق الغالي اللي مشى على خلفية النضال والحقوق ومواقفه الحرة والنضال السلمي من داخل قسم الشهيد إبراهيم صيكة، والمطالبة بحق الشهيد إبراهيم صيكة في العدالة وفي الحقيقة وكشف الحقيقة وتقديم الجنات لمقصرة العدالة. كرفاق الرفيق المعتقل السياسي جمال هروش، ندين يعني هذه الأحكام الجائرة والظالمة والقاسية في حق رفاقنا وفي مجموعة قسم الشهيد إبراهيم صيكة اللي كتضم يعني نخبة من المناضلين وخيرة المناضلين بهذه المدينة. الرفيق جمال هروش ورفيقنا حمزة بوحريق ورفيقنا جلال بوشعاب وجميع المعتقلين على خلفية الأحداث اللي شهدتها مدينة قليمين مؤخرا. كنعرفوا أن الخلفية الحقيقية والرئيسية لاعتقال الرفاق هي خلفية يغلب عليها الانتقام من مواقف الرفاق ومن نضالات الرفاق من داخل قسم الشهيد إبراهيم صيك، يعني بحضورهم الدائم دائما في مواكبة قضية الشهيد والمطالبة بكشف الحقيقة والعدالة للشهيد إبراهيم صيك. هذه هي الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء الاعتقال اللي استهدف رفاقنا يعني خلال هذه المدة. ندين هذه الأحكام الجائرة ونطالب يعني بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط في نهاية المطاف، لأن الملفات كانت يعني معدة سلفا بحق رفاقنا، والغاية منها هو الانتقام وهي تصفية وكذلك يعني تصفية الحسابات مع رفاقنا وبعث رسائل الرفاق يعني قسم الشهيد إبراهيم صيك أنه هذا هو المصير اللي كينتظر أي حر من داخل هذه المدينة، يعني كيناضل على قضايا المهمشين وقضايا المفقرين وقضايا المسحوقين داخل مدينة قليمين. اليوم احنا في منزل رفيقنا الغالي جمال هروش، يعني رفقة الوالدة هي والدة المعتقل السياسي جمال هروش، هي والدة أمنا جميعا وأخوات المعتقل الماجدات يعني الصابرات اللي كان نحيوهم من هذا المنبر نقول على انهم عطوا موقف مشرف في قضيه اعتقال يعني اخيهم وشقيقهم